مدرب المنتخب الجزائري اخرج محرز واخرج عوار واخرج اسماء كبيره واشرك اسماء اخرى. في المقابل منتخبنا قاعد على نفس الاسماء. تحولت الدقائق الاخيره بالذات سيطره متكامله وخطوره متناهيه المنتخب الجزائري. هنا كان مفترض في نادي يكون له تدخل ايجابي في ارض الملعب. هل اللي دخل افضل من محرز؟ هل اللي دخل افضل من عوار؟ كان عندهم نشاط وحيويه. صح البدلاء في المنتخب الجزائري افضل من منتخبنا، ونحن دائما نعاني ونتكلم على الثمانيه اللاعبين هذه حقائق لا ما نتجاهلها، بس مدرب المنتخب يجب انه يكون له مداخلات. ترى اذا في لاعبين تستدعيهم للمنتخب وانت مش مقتنع لا ما تلعبهم، لا تستدعيهم. ابحث اللاعبين اللي انت مقتنع بيهم اللي تشركهم زي مباراه اليوم. انا اللي شفته اللي في اخر الدقائق النشاط والحيويه في المنتخب الجزائري ما شاء الله، عكس الانهيار البدني في منتخبنا، وان المحصله كانت 2-0. كان منتخبنا ماسك كوره وماشي في اللعب، لكن ما في خطوره. يحتاج لابد المنتخب